السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم بقصه جديده، والقصه ديالنا كانت تكمله للقصه الماضيه، وهي قصه المعاناه مع زوجة الاب. نكملوا القصه ديال مروه بقات عايشه مع خالتها في امان الله، يعني كتمشي لمدرستها كتقرا. تفوقات مروه في الدراسه، دارت لافاك، كملات لافاك ديالها وتبعات الدومين ديال الطب، وبقات هكاك. وجاتها واحد النهار واحد الفرصه انها تكمل قريتها في بلاد الغربه. وافقات مروه لان فرصه لا تعوض. بعد معاناه صراحه مع خالتها، ما بغاتش خالتها تخليها لان هي الوحيده اللي بقات عندها، ولكن برغم هذاك الشيء مروه مشات لبلاد الغربه لانها فرصه لا تعوض بالنسبه لها انها تمشي تكمل قريتها على برا. فعلا مروه مشات تتقرا وقلبت على خدمه وخدمات باش تحاول تعاون راسها شويه. خدمات كانت مروه وحيده، يعني ما كاينش حتى شي حد كتعرفو تماك ولا الا الناس اللي كتقرا معاهم، ولكن ما كتدخل مع حتى شي حد. بقات هكاك مروه، كانت في الصباح كتمشي تقرا وفي العشيه كتخدم شي سوايع. فاش كيبغي يطيح الظلام دائما عزيز عليها تمشي تجلس في واحد المقهى كافي، كتجلس فيها كتقرا الكتب. الهوايه ديالها اصلا هي قراءه الكتب. واحد النهار شاءت الاقدار انها تلاقى مع السيد اللي كان سرق ليها التليفون في المغرب. تلاقت معاه وتفاجات به، لقاتو جالس تيطلب الناس حدا القهوه باش يعطوه ما ياكل. واحد الحاله اللي ما هياش. شفتو بقى فيها، قالت ليه اشنو كدير هنا وهذا؟ قال لها انا راه جيت بلا اوراق وتيبكي، وقال لها انا تكرفصت، انا داز عليا العذاب، ربي يعني يخلصك من جهتي انني كنتعاقب على داكشي اللي درت لك. قالت لي انا ما عنديش مشكل عادي، داكشي مكتبو لي الله. عاوناتو، عطاتو الفلوس، مشى نقى حالتو، تقاد، دبرت لي على خدمه، خدم هذاك الولد يعني ولا عايش مرتاح تماك. وكان دائما فاش كتجي للمقهى تيجي حتى هو تيهضر معاها وهذا، المهم كصداقه عاديه جدا. بقات هذيك العلاقه هكاك. واحد النهار قال لها انا راه غنهبط للمغرب شوف والديا وهذا. قالت ليه مزيان الله يسخر لك. صافي السيد فاش هبط للمغرب حلف انه يجازي مروه، يعني رد لها الجميل ديالها. قال اشنو غادي ندير. مشى كيقلب على البلاصه اللي كان ساكنه فيها مروه، وعاقل على اصلا البلاصه اللي كان سرق لها التليفون وهذا. صافي مشى تيقلب على باها، نعتو ليه الناس، بقى رد ليه البال متى كيجي من الخدمه، بقى جالس حدا الدار تيتسناه. تبان ليه ويمشي لعندو. صافي قال ليه عرفتي شكون انا، شنو هذا عاود ليه القصه كامله اللي دازت. بات مروه تفاجئ وبقى فيه الحال بزاف. شاف ظلم بنته، كيفاش تقف المراه، كيفاش ميز بنت المراه على بنته، يعني بدا كاع داك المسلسل اللي داز كله تيدوز ليه قدام عيني، وبقى فيه الحال على التصرف اللي دار مع بنته. صافي قال لي وعلاش درتي هكا؟ قال لي انا كنت محتاج الفلوس. بقى يبرر ليه. قال لي دابا فين هي مروه؟ قال لي مروه ما كايناش في المغرب، راه على برا وراه خدمات وراه هذا وسهل عليها الله وهذا. قال لي بغيت نتواصل معاها. عطاه الرقم التليفون ديال مروه. مروه داك النهار قال لها خارجه من الخدمه، صونا ليها باباها معاكي. قال لها الو بنتي. هي تفاجات وقطعت عليه، بقات مسكينه كتبكي ومفقصه وما عرفتش شنو واقع، ما قدرتش تواجه مع باها. ناض هذاك السيد اللي سرق ليها الهاتف ديالها، عيط عليها وقال لها علاش ما هضرتيش مع باباك، راه يعتذر منك راه هذا. مروه رافضه انها تواصل مع باها. صراحه هذا الموقف صعيب بزاف بالنسبه لمروه وبالنسبه للاب ديالها. يعني ما عرفناش دابا شكون هو اللي نقدروا نلومو في هذه القصه ديالنا. واش مروه اللي ما سمحتش لباها يعني مبغاش تسمح ليه، او الاب اللي علاش يثيق في ناس اخرين وما يثيقش في بنته اللي يتيمه وعارفه بانها بوحدها وما عندها حتى شي حد. بزاف ديال هاد المشاكل كيوقعوا في الحياه، وكيبقى يعني نقطه يعني استفهام، تتبقى علامه استفهام اللي كتبقى امتى غادي تحل هذا المشكل. كاينين بزاف العائلات كيعانيو من بحال هذا الشيء،
اللي كيكون واحد سوء تفاهم ولو بسيط انما كيبقى العمر كامل. اللي استفدنا من هذه القصه ان الانسان ما يبقاش يتيق حتى يشوف بعينيه، لان راه الظلم صعيب، لا بالنسبه للولاد ولا الوالدين ولا بالنسبه للاصدقاء ولا اي واحد. صعيب تثق في شي حد ويقول لك شي كلام على شي حد اخر وتثق به، اللي كيخلي بزاف ديال المشاكل كيكونوا تيقدر الانسان يتعقد حياته كلها. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم، كنتمنى تعجبكم القصه، ومع قصه جديده ان شاء الله وموضوع جديد ان شاء الله. اتمنى يعجبكم المحتوى ديالي. شكرا لكم بزاف.